السلام عليكم مشاهدينا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة انتم ووليداتكم وعائلتكم. اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم واحد النصيحة مهمة، وهيكم تثقوا باقي بدوك اللي كيقولوا لكم ديروا الاعشاب. انا ما كنهضرش على الطباخ ولا دوك اللي قارين ولا دوك اللي عارفين، انا كنهضر على الناس اللي دايرين بكم يجيبوا لكم الاعشاب ويقول لكم ديروا هذه على هذه الحبه، ديروا هذه على هذه الجرحه، شربوا هذه العشبه راها زينه. غادي نعاود لكم التجربه اللي دزت منها عام هذا مشاهدينا بسبب العشوب وياكم تطوم على الجلد ديالكم، ولا كانت فيكم شي حبه ما تطبراش ولا شي جرحه ما كتبراش، سيروا لطبيب الجلد. نصيحه مني، سيروا لطبيب الجلد، وتنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو يبقى وياخذوا منه الناس عبره، باش انسان راه تيكون ضعيف تيقول واه ندير هاد العشبه بلا كاع ما نمشي عند الطبيب، ما ربنا وعسانا نبراو بلا ما نسير الفلوس، بلا ما نمشي ندير. ولكن الانسان اللي يمرض وكيطيح في مصيبه كحله راه تيولي يصرف اللي وراه واللي قدامه وما تيداواش. الحمد لله. هذاكشي علاش الانسان عمره ما يغر الشيطان ولا يقول انا بغيت ندير هادي باش نبرا دغيا ولا بغيت ندير هادي. ضراتك شي حاجه اختي اخويا سيروا للطبيب، وما تبعوش بنادم اللي تيقول لكم هادي تتليق لهادي هادي تتليق له. وياكم يا مشاهدينا، وياكم تمشيو ديروا شي حاجه على لحمكم. انا هاد الفيديو بغيت نخليه متورخ عام هذا وانا كنعاني بسبب عشبه درتها العينيه، درتها تحت عينيا، اسبوع وانا كندير فيها صافي، وهي تمرض ليا تحت عيني مرض، ولا فيها السرطان تحت العين. لولا الله سبحانه وتعالى وردت الوالدين والانسان الخير كيوقف ليه، لا كل دركا عيني مشات ليا كره عمات. عام هذا 3 العمليات اللي درت على عينيا، نتمنى اخر احزان ان شاء الله ومرة تعاود. هذاكشي علاش يا مشاهدينا كنقول لكم وياكم نتوما وياكم ديروا الاعشاب. والله الا لا هذا الفيديو غير بارطاجيو باش الناس توعى شويه، راه الوعي ما كاينش. غير حنا كنطيقو تنبغيو السهله، تنبغيو دغيا نبراو بلا طبيب بلا هادي بلا ديك ونوضو. ولكن ملي الانسان كيولي حاجه كتكون بسيطه، خاصها 100 درهم، خاصها 4000، خاصها 11000 حتى 15000 حتى 20، حنا ما كنداويوش على ديك الساعه، حنا كنخليو داكشي تتفاقم. مشي لعملت ديك الاعشاب تا دار ليا الويل زدت منو 3 العمليات مشاهدينا. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، والحمد لله والشكر لله اللي عندنا الطب في المغرب ديالنا وعندنا الناس تتقوا الله. المهم الحمد لله دابا دارت العمليه والحمد لله عاد نبرا. ولكن هذا الفيديو بنخليه للناس يسمعوه، اللي تفرج في هذا الفيديو والله اللي طاح في يديه في هذا الفيديو بارطاجي، الله يرحم لكم الوالدين. والمشكله دوك اللي كينصحوك بالاعشاب ملي كطيحي كيهزو يديهم عليك صافي، تيقول حنا كاع ما قلناش ليك. هذاكشي علاش الانسان عمره ما يتبع بنادم، دائما امشي تستشر مع الطبيب. كون انا استشرت مع الطبيب وشت شنو عندي كره بريت 10000 ريال قاداني، ولكن انايا مشيت تبعت الناس وتبعت الطريقه السهله، كما تنقولوا الطريقه السهله، حتى صدقت في الملاي اللي حاطه على وجهي. الحمد لله تجربه واختبار ديال الله سبحانه وتعالى تخطيته، الحمد لله. اللي غير بقات ليا عوينتي مبقاش عندي المرض، الحمد لله والشكر لله. كلشي عادي يفوت، ولكن مثلا باش شي واحد يدوز باقي من هذه التجربه، شي واحد اخر يكون غافل غافل تيقول شي حاجه تيمشي دغيا يشربها ولا يديرها على جلدو، ولا ما عمركم تحطوا شي حاجه على جلدكم ولا شي حاجه تمشيو تشوفوا الطبيب شنو بيقول لكم. الحمد لله على كل حال. كما قالوا لكم اعشاب حطوها ما تحطوهاش، كاين اللي تيقولوا لها سير توضاي بها كتصدق ضرها والدها، كاين اللي تيقولوا لها ديريها في راسك
والراس راه العروق كيشربو، العينين كيشربو. وإياكم تثقوا في بنادم ولا ديروا شي حاجة على جلدكم، غادي تدفعوا الثمن، والثمن تيكون غالي وكبير. الحمد لله والشكر لله. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق. شكرا، عندكم الاجر الا بارطاجيو. شكرا على المتابعه، والى اللقاء. فيديو قادم ان شاء الله. باقي غادي ندوي على هذا الشيء، باقي غادي ندوي عليه ان شاء الله.